السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في وصفة جديدة من مطبخ بنا النادي. النهاردة هعمل لكم الجلاش بالسوسيس. أول حاجة هقطع الطماطم قطع صغيرة كده زي ما انتوا شايفين، وأنا بحب أقشر الطماطم، عايزين تسيبوها بقشرها سيبوها بقشرها. تاني حاجة هقطع بصلة، ممكن بصلة واحدة أو بصلتين صغيرين، هقطعها برضو لشرايح والقطع صغيرة، وأجيب فلفل حامي أو بارد وأقطعه برضو لقطع صغيرة، وطبعا كمية الفلفل زي ما انتوا عايزين. كده انا هقطع الكمية كلها بتاعه الخضروات زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. تاني حاجة معايا هجيب السوسيس. ده السوسيس ده من حلواني، نوعه طبعا حلو جدا وكويس قوي. طبعا النوع ده زي ما انتوا عايزين، والحشوة ممكن سوسيس ممكن صدق اللي انتوا عايزينه. هقطعه قطع كده صغيرة زي ما انتوا شايفين، وبرضو الكمية دي بتاعتكو زي ما انت عايزة، هتعملي صينية هتعملي 2، انا عاملة الحشوة دي على قد صينية. تاني حاجة جبت معلقة من السمنة او من الزبدة وسيحتها كده، وحطيت عليها بيضتين وشوية لبن، فنجان من اللبن بالظبط، وملح وفلفل، بس كده. واضربهم بقى كويس مع بعض لحد ما يبقى القوام بتاعهم سايل. وكده الصوص اللي انا هسقي بيه الجلاش جاهز معايا. تاني حاجة بقى في طاسة كده على النار هحط الخضروات اللي احنا قطعناها، البصل والفلفل والطماطم، وهضيف عليهم السوسيس. بس بعد ما ياخدوا تشويحة كده هما في الاول، ابدأ بقى اضيف عليهم السوسيس واقلبه كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، واضيف عليه شويه ميه صغيرين، واقوم حاطه البهارات عباره عن بصل بودر وملح وفلفل والبهارات السبعه، وممكن معلقه صلصه كمان كده صغيره، هتدي طعم حلو قوي للحشوه اللي احنا عاملينها. وكده الحشوه خلاص معايا كده بقت جاهزه. تاني حاجه بقى هجيب بقى الشرايح بتاعه الجلاش. هنحط كده اول طبقه، اول حاجه من تحت خالص حطيت سقيت من نفس الصوص اللي احنا عملناه ده، وبعدين حطيت الورقه بتاعه الجلاش، وبعدين بحط ما بين كل ورقه والتانيه بعمل بالصوص اللي احنا عملناه ده، وبعدين بحط حوالي 5 ورقات من الجلاش، وبعدين احط الحشوه اللي احنا عملناها وبقت جاهزه معانا، واكمل بقيت بقى الطبقات بتاعه الجلاش كلها بنفس الطريقه. وبعدين حطيت شويه موتزاريلا بقى كمان في النص تدي طعم حلو كده، واكمل بقى بقيه الطبقات كلها وادهنها من فوق الوش كده، واقطعها. لازم تتقطع قبل ما تدخل الفرن، علشان عايزين الصوص اللي احنا عملناه باللبن ده يدخل في الجلاش كله من جوه فيخليه طري، ما يبقاش الجلاش طالع معانا ناشف كده ومش حلو. وبنكمل بقى بقيه الكميه اللي كانت معانا نحطها فوق الوش وفي الفرن كده لمده نص ساعه تقريبا، وشويه بقى موتزاريلا حلوين كده فوق الوش يعملوا شغل حلو. ونطلعها من الفرن. طلع الجلاش في منتهى الجمال، طعمه وريحه تحفه. وبصوا بقى بيطلع كده الرقات بتاعته حلوه قوي في منتهى الجمال، والموتزاريلا والحشوه حلوه قوي، الحشوه اصلا لوحدها طعمها جميل، وبقى جاهز وطري. وجربوا الوصفة دي، وهستنى رأيكم في الكومنتات، ولو عجبكم الفيديو شيروه كمان. كنت معاكم من النادي، شكرا لمتابعتكم.